نزال النهائي الآن. يا لا يا بوزيد، وأرحنا من الهزيمة السيئة والحظ السيء لجمال بن صديق. ركلة قوية. لكمات الإيراني لو أصابت المغربي سوف يكون في مشكلة صراحة. يجب على بوزيد أن يكون حذر جدا من خطافيات الخصم. مستقيمية قوية من بوزيد، رهيب صراحة بوزيد. جيد بوزيد، رائع. العديد من الهجمات وتسلسل جيد جدا باللكمات والركلات. رائع بوزيد في هذا النزال، كان جيد جدا، ذكي، وتعامل مع الخصم بالطريقة المناسبة. يعني خصم ثقيل لا تدخل إليه، العب معه من بعيد. بوم، مستقيمية جيدة جدا. الجولة الثانية الآن. جيد أنيس، لكمات مستقيمية، يستغل طوله جيدا. جيد أنيس، يضرب ويتراجع. وصراحة يا شباب، ليس من السهل أن تلعب نزالين، ليس من السهل أبدا. أنيس لديه ما شاء الله قدرة تحمل رهيبة. جيد أنيس. أشعر بأن بوزيد هو أكثر مقاتل بإمكانه أن يفوز بهذه البطولة، ونتمنى أن نفرح معه. جيد بوزيد، لعب بالعقل، يصطاد النقاط جيدا، وهذا ما تريده هذه المواجهة. شخص ضخم كثيرا، إن اقتربت منه كثيرا سوف يصطادك بلكمة خطافية وينهيك بأقل مجهود، وهذا الشيء لا نريده طبيعة الحال. الجولة الأخيرة إن شاء الله لا يحصل أي سيناريو لا نريده. يبدو بأن الإيراني سوف يضغط الآن لأنه هو خاسر على كل حال، ويبدو بأن بوزيد أيضا يحاول أن يصطاد ضربة قاضية. صراحة بوزيد ذكي جدا في هذه المواجهة، ونتمنى أن نراه دائما بهذا الذكاء، يلعب مع كل خصم بطريقته الخاصة. يلا يا أنيس. لكمات عديدة ولكمة علوية قوية أصابت وجه الإيراني. وواضح بأن الأخير يريد أن يسدد لكمة واحدة تنهي النزال. ويعتمد الآن على لكمة أو ركلة يعني ينهي بها النزال، وهذا الشيء يعرفه جيدا المغربي، لذلك لا يعطيه تلك الفرصة. الخصم منهك. أنيس أيضا منهك، لكن لعبها بذكاء أنيس. رائع جدا أنيس، تفوق رهيب وانتصار واضح جدا للمغربي أنيس. الحمد لله، ليلة على الأقل فيها مغربي فاز وعوضنا بخسارة جمال بن صديق الغير المتوقعة صراحة. في ديسمبر سوف تستمر هذه البطولة، ونتمنى أن تكون من نصيب المغربي أنيس بوزيد. أنيس سيطر على الخصم بالطول والعرض، لم يعطيه أي فرصة لكي يهاجمه بمرتدة أو لكي يصيبه بلكمة قوية. أنيس بوزيد واضحة جدا. تحياتي للبطل أنيس بوزيد، لقد فاز الآن في هذا النهائي، وستستمر المواجهات في ديسمبر، وكما قلنا نتمنى أن يكون هو البطل فيها. وهذا ما عندي في هذا المقطع. كان معكم أخوكم محمد المحسني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله. انظروا هذا إلى ماذا يفعل.
إنه جالس فوق الحلبة. فلنرى إن شاء الله أنيس بوزيد يعطينا مواجهة جيدة، وحبذا لو أنهاه بالقاضية. الجولة الأولى الآن. جيد، يبدو بأنه اليوم يلعب بالأسلوب الأيسر. لكمة قوية على البدن. يلا إن شاء الله يمر النزال بهذه السلاسة بدون تهور، بدون تهور. يا الله، لكمة تدميرية من بوزيد. لكمة أخرى سفلية. يجب على بوزيد أن يتريث. من وجهة نظري يجب على أنيس أن يحافظ على هذه الجولة. لكمة قوية. صراحة بوزيد لديه لكمات قوية، لكن في بعض الحالات يخفي الدفاع. يبدو بأن أسد الله يعني يسيطر على وسط الحلبة الآن. وأداء جيد من الخصم. جيد، جولة لأنيس 18. هنا الإعادة للإسقاط. بوم. هل هي لكمة في الوجه أم لكمة في البدن؟ لا لا لا، لكمة قوية على الكبد كما ترون. لكمات بوزيد شرسة صراحة. جيد بوزيد. وكما لاحظتم حتى الخصم قد غير أسلوب وقفته، يعني توقف هو الآخر بأسلوب الملاكم الأيسر لكي ينافس أنيس. يا أخي الخصم خطير صراحة. لكمة قوية. خطاف جيد من أنيس. وقد نشاهد قد نشاهد إسقاط في أي لحظة. جيد، أنيس على الأقل يكسب النقاط، يركل كثيرا. وكما ترون يعني أسد الله يستفز المغربي ويستدرجه. ما هذه الثقة صراحة. نزال يشد الأنفاس، خاصة بعد أن أسقط أنيس خصمه في الأول. سيكون هناك تأنيب ضمير صراحة. وهي الآن سوف تبدأ الجولة الثالثة. سريع جدا في الرد الكامات، وغالبا يلعب على مرتدات هذا نصيبوف. يتحرك جيدا نصيبوف.